يلا بينا، هنسمي الله ونصلي على الرسول ولايك وشير ومتابعه للصفحه، وندخل في الوصفه بتاعتنا ونشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي. معايا هنا بصلايه تكون كبيره منضفاها وغسلاها كده وزي الفل، وهقطعها كده في قلب الكبه بتاعتي. وحطيت عليها كمان قرن فلفل اخضر يكون وسط كده، حجمه يكون وسط. وكمان حطيت عليه ربع فلفل كده سبايسي. تمام. مش عايزين تضيفوا السبايسي مفيش مشكله، استغنوا عنه خالص. كمان يجي حوالي 5 عيدان كده كزبره خضراء زي ما احنا شايفين كده، وهفرمهم مع بعض في البدايه. ده هنا نص كيلو من اللحم. النسبه بتاعته 50 جرام دهن، و450 لحمه حمراء صافي. تمام. هفرمهم كده بقى زي ما انتم شايفين في الكبه، الخضار مع اللحمه، بحيث ان هو ايه يبقى كل حاجه فيه الانسجه ناعمه زي ما احنا شايفينها بالشكل ده. هبدا بقى ان انا اضيف عليها التوابل، علشان بس احنا ما حطيناش التوابل في الكبه عشان نضمن طريقه العجن بتاعتها. حطيت هنا فلفل اسود، وهحط ملح وبصل بودر وتوم بودر، وهحط كمان بابريكا وحبه صغننين كمون يدوها ريحه كده، و7 بهارات. عايزين بقى انتوا تضيفوا حبهان، قرفه، اللي يريحكم انتوا ضيفوه، اللي انتوا بتحبوه في التوابل ضيفوه، مفيش اي مشكله، مش هتقول لا. تمام. هبدا بقى اعجن واقلبها تقليبه كويسه جدا عشان التوابل تخش في الانسجه بتاعتها زي ما انتوا شايفين. اللي عايزين تسيبوها ترتاح شويه مفيش مشكله، عايزين تشكلوا على طول مفيش مشكله. انا هنا جبت بوله حطيت فيها شويه دقيق، دي معلهمش اي حاجه خالص، دي ابيض مفيش فيها اي حاجه. تمام. وبدات ان انا اشكل الكفته بتاعتي لكور بالشكل ده. تمام. هخلص بقى كل الكميه كده زي ما انتم شايفين. تكوير يعني تحاولي ان انت تخليها كلها قد بعضها، عشان لما تيجي تسويها تبقى ايه كله واخد ايه سوا بعضه. تمام. سهل جدا بقى ان احنا بنحركها كده، بتتقلب بكل سهوله بدون ما انت تحط ايديك، عشان بس ايه ايدك ما تبقاش كلها دقيق وترجعي تاني ايه في اللحم. تمام. هنقلها بقى في قلب صينيه كده ولا في قلب بوله خارجيه، عبال ما اخلص كل الكميه زي ما انتم شايفين. معايا الكميه لسه ما خلصتش، وهبدا بقى ان انا ايه اوريها لكم اهيت. دي كل الكميه نص كيلو لحمه، عمل معايا الكميه الكويسه دي. عمل حوالي 32 من الكوره. تمام. بدات بقى ان انا احط كده شويه زيت في قلب الطاسه بتاعتي، وهبدا لما الزيت يسخن انزل فيه بكور اللحمه بتاعتي او كور الكفته بتاعتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. تمام كده زي الفل. ما حركهاش خالص ولا اقلبها غير لما تاخد لون. طبعا هنشم الريحه بتاعتها ايه، حاجه تحفه كده. اول لما بننزل فيها بالزيت كده وتاخد صدمه، بنشم الريحه بتاعتها طالعه. اللهم بارك. لو وصلتوا لحد هنا بقى ما تنسوش تقولوا لي بتتابعوا الفيديو من اي بلد، بيسعدني جدا تعليقاتكم وكومنتاتكم، يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. ما تنسوش تعملي لايك وشير ومتابعه للصفحه. تمام. هسيبها بقى تستوي كده مع نفسها، علشان إيه تاخد الصدمه الجميله كده وما تتهريش معايا في قلب الصوص. تمام. هنا بقى بجهز الصوص اللي انا هضيف عليه لما الكفته تستوي. بوريكم اهوت، ده كيس الديميجلاز اللي معايا، عند العطار بيتباع ب8 كيلو، ربع كيلو، زي ما تحبي، ب10 جنيه زي ما تحبي. حطيت هنا معلقتين من صوص الديميجلاز، وبدات ان انا احط عليهم كوبايه ميه. تمام. هبدا ان انا اقلبهم كده بقى لحد ما يدوبوا كلهم مع بعض. وهنا كانت خلاص، رجعنا تاني للكفته، كانت خلاص خدت صدمه ولون حلو قوي من تحت. وعايزه اقول لكم بقى الريحه فظيعه فظيعه. اقلب بقى كل الكميه بالشكل ده، وهبدا بقى عبال ما ايه تستوي اعمل الرز. معايا هنا الحله بتاعتي حطيت فيها شويه سمنه على زيت، معلقه سمنه على زيت، ونزلت كده بالرز بتاعي. هديله تقليبه وهنزل عليه بالملح، وهضيف عليه الميه فوق الرز كده بعقلتين صباع. بس كده هروح جايه مغطيه عليه، واول لما يشرب الميه هروح جايه مهديه النار ومدياله تقليبه، وهسيبه يستوي مع نفسه بقى. تمام كده. كده بيبقى خلص معايا الرز، سهل جدا وسريع ومفيش اي مشكله منه، كلنا بنعرف نعمل الرز ما فيش اي مشاكل. تمام. هنا غطيت عليه اهوت، ونرجع بقى للكفته بتاعتنا نشوف اخبارها ايه. كانت استوت معانا اهوت بالشكل ده. انا بالنسبه لي سبت كل الحاجات البهاريز والحاجات اللي نازله منها كده زي ما انتم شايفين. هي طبعا ما نزلتش دهون كتير لانها 50 جرام بس ده. هبدا ان انا انقلها في قلب بوله بقى زي ما احنا شايفين اهو. فين بقى الاكله دي بتتباع في المطاعم بكام؟ عايزه اقول لكم بارقام خياليه. حاولوا كده ان انتوا تعملوا سيرش وتدخلوا تشوفوا سعرها كام، هتلاقوها يعني ايه ضربه نار. نزلت هنا بالصوص اللي احنا كنا مقلبينه ومجهزينه، وبدات ان انا احط كمان شويه ميه في قلب البوله، نزلت بيهم كمان على الصوص. انا يعتبر حطيت كوبايتين من الميه على معلقتين الديمجلاس. تمام. هبدا ان انا اقلبهم بقى لحد ما يغلوا ويبدا لونهم يغمق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اكنهم عسل اسود. شايفين اللون عامل ازاي؟ اللون طبعا اتغير خالص. مش هنستكفى بكده يا جماعه، لا ده احنا لسه هنحط لبن. هنا خلاص اول لما ياخد
يا دوبك هيقلب بس غلوه عليه كده، اروح جايه نازله بكوبايه لبن زي ما احنا شايفين، كوبايه لبن كبيره وطبعا دسمه عليها قشطه وكده. وهبدا ان انا اقلبها. ما عندكيش لبن تقدري تحطي كريمه، يعني ايه، استبدلي اي حاجه من الاتنين، يا لبن يا كريمه. انا بالنسبه لي عشان اللبن عندي دسم شويه استكفيت باللبن. هبدا بقى ان انا احط الملح بتاعي والفلفل الاسود وندوق بقى نظبط الطعم. عايزه اقول لكم طعمها وريحتها في حته تانية خالص، طعم جديد، يعني مش كفته عاديه. طعم الكفته وظبطه الكفته اللي انت بتظبطيها في البدايه والتتبيله. هنا كانت خلاص غليت معايا كده والصوص بدا يتقل، وهنا بتكون خلاص جاهزه للتقديم. نبدا بقى ان احنا ايه، هنقدمها بالطاسه بتاعتنا. هنحط عليها كده للتزيين طبعا شويه كزبره خضراء. عايزين تستغنوا عن الخطوه دي مفيش اي مشكله. هنبدا عامل معانا ايه، حاجه كده بصوا يعني تفتح النفس ما شاء الله. الطبق بتاعنا والف هنا وشفا على قلبكم. يا رب الوصفه تكون نالت اعجابكم. مستنيه رايكم وكومنتاتكم الجميله، و استنوني ان شاء الله في وصفه جديده بكره باذن الله. نعيشنا وكان لنا عمر، واسيبكم في رعايه الله وامنه. ويلا عامل معانا ايه، حاجه كده بصوا يعني تفتح النفس ما شاء الله. الطبق بتاعنا والف هنا وشفا على قلبكم. يا رب الوصفه تكون نالت اعجابكم. مستنيه رايكم وكومنتاتكم الجميله، و استنوني ان شاء الله في وصفه جديده بكره باذن الله. نعيشنا وكان لنا عمر، واسيبكم في رعايه الله وامنه. ويلا